بسبب امرأة. ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية في أحداث سنة 278، ويذكر طبعا في كتابه بالسنوات، في هذه السنة حصل كذا، في هذه السنة حصل كذا. في هذه السنة في سنة 278 قال: وفيها توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. كان من شأن هذا الشقي أنه كان صواما قواما حافظا لكتاب الله، من المكثرين الجهاد كثيرا في بلاد الروم. طيب ليش ابن كثير صوام وقوام حافظ القرآن تقول قبحه الله وشقي؟ لكن شوف النهاية. قال: وبينما كان المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم ومعهم هذا الفتى اللي هذه مواصفاته، أطلت امرأة من الروم من شرفة نافذة كانت جميلة، فنظر إليها ذلك الفتى. شوف النظرة هذه اللي يستهين بها كثيرا، بسيطة. شوف النهايات. لا تأمن، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام، بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهو نظر إليها فأطال النظر، فاخترق حبها قلبه فراسلها. هذا حظ القرآن. هذا تبغى هذا الشيء، ما في الحل واحد، اخرج من الإسلام كله. يقول ابن كثير: فما راعى المسلمين إلا وذلك الفتى عند تلك المرأة وقد برئ من الإسلام وأعلن نصرانيته. يقول ابن كثير: فلما بلغ المسلمين ذلك اغتموا غما شديدا لهذا الشكل، وحافظ القرآن مجاهد، وآخر شيء هذا موضعه. كان يقول لا إله إلا الله فصار يقول الله ثالث ثلاثة، كان يعلن التوحيد فصار يعلق الصلبان ويأكل الخنزير. يعني حالة مرعبة والله. قال: فمر به بعض المسلمين بعد مدة وهو على تلك الحال. قال له أحدهم: قال: يا فلان ما فعلت صلاتك؟ يبغى يذكر بالماضي الجميل، الأيام الحلوة، قيام الليل، مجالسة الصالحين، الأنس بكلام الله عز وجل، لعل وعسى. فقال له: ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين كتاب الله في صدرك؟ راح ولا حاجة، ما في شيء. فماذا قال؟ نسأل الله العافية. رد برد مرعب. قال: يا هذا اعلم أني قد أنسيت القرآن كله ولم يبق في صدري منه شيء إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون. هذه يبقاها الله تحرق قلبه، وأنساه الله كل كتاب، نسأل الله العافية والسلام. فإذا فتنة النساء فتنة خطيرة جدا.